كل مستمعي إذاعة الشرق الأوسط. معكم دكتور ياسمين المصري في برنامجنا فتش جواك. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن المواقف المتكررة في حياتنا وإزاي أوقات بنقابل نفس المشاعر في صور مختلفة، والنهاردة هنتكلم عن فكرة بتأثر على علاقتنا بنفسنا والناس اللي حوالينا. عمرك احتاجتي تسمعي كلمة حلوة وسكتي؟ أو كنتي محتاجة مساعدة وشلتي كل حاجة لوحدك؟ أو كنتي محتاجة حد يسمعك واخترتي إنك تقولي إنك تمام؟ ليه؟ لأن جوانا فكرة قديمة إن الاحتياج ضعف، والحقيقة الاحتياج جزء طبيعي جدا من إنسانيتنا، فكلنا محتاجين للأمان والتقدير والفهم والحب والانتماء. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في حالة احتياج للأكل والشرب، التعلم، محتاجين لبعض. فالاحتياج نفسه مش مشكلة، المشكلة بتبدأ لما بنطالب من شخص واحد إنه يملى كل احتياجاتنا، أو نحمل الآخرين مسؤولية سعادتنا. فممكن زوجة تنتظر من جوزها كلمة تقدير وتفضل منتظرة لوقت طويل فيتحول الاحتياج لغضب أو لوم أو حزن. وممكن زوج يحتاج الاحترام والتقدير وهو ما يكونش بيعبر عنه بوضوح، فمع الوقت يشعر بالضيق لأن الطرف التاني مفهمش احتياجه. وفي الحقيقة الاحتياج الواعي بيقرب الناس من بعض، أما الاحتياج الغير واعي فبيتحول أحيانا لتعلق أو غضب أو استياء أو انتظار طويل. قبل ما نطلب من الآخرين يفهموا احتياجنا محتاجين نعرفه إحنا الأول، إحنا محتاجين إيه وإمتى، وهل بنعبر عنه بوضوح؟ خلينا نجرب خطوة بسيطة النهاردة. اسألي نفسك إيه هو الاحتياج اللي بيتكرر في حياتك، وهل هو احتياج للتقدير أو الأمان أو الفهم أو الاهتمام؟ وبعدين اسألي نفسك هل عبرتي عنه بوضوح ولا كنتي منتظرة من الآخرين يكتشفوه لوحدهم؟ شاركينا في التعليقات، وافتكري دايما بدايات الحكايات كلها جواكي. ركزي وهتكتشفي لوحدك. جربي النهاردة انك تكتبي احتياج واحد بس وتسميه بوضوح، لان تسمية الاحتياج هي اول خطوة لفهمه. ولو حسيتي انك تايهة او بتكرري نفس مشاعر النقص في علاقات مختلفة، جلسات الكوتشنج بتساعدك تكتشفي احتياجاتك الحقيقية وتتعلمي تعبري عنها بوعي وهدوء ووضوح. في الحلقة الجاية هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، ليه أوقات بنرفع سقف توقعاتنا من الناس وإزاي بتتحول التوقعات دي لباب واسع من الخذلان. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. كان معكم دكتور ياسمين المصري في برنامجنا فتش جواك على إذاعة الشرق الأوسط.